روتين النهاردة لبنوتين قمر اخوات، اوضتهم القمر الحلوة دي ماما مظبطاهم اخر حاجة، ولكن ماما برضه معلماهم ازاي يعتمدوا على نفسهم. بجد انا الفيديوهات دي بتبهرني، انا بحبها جدا. بحب طريقة الفيديو في ان هما ازاي بيخلوا البنت او الولد منظمين، ازاي بيحافظوا الصبح يبقى فيه روتين للوش، ازاي في كريمات معينة للوش، ازاي لازم يهتموا بنظافتهم الشخصية وكمان بنظافة المكان اللي هما فيه، سواء بقى حمام أو مطبخ هيدخلوه أو أوضة نومهم. يعني مش بس الفكرة إن هما يبقوا منظمين ونضاف في نفسهم، لأ، أهم حاجة كمان إزاي يعتمدوا على نفسهم. بلاحظ معظم فيديوهاتهم سواء للأطفال هنا أو أي أطفال تانية إن هما بيعودوهم إزاي يبقوا، حتى إن يعني يعملوا فطار أو يعملوا عشاء أو حتى غدا يعتمدوا فيه على نفسهم ويساعدوا بعض ويبقى فيه تعاون. حتى لو كانت بنوتة واحدة لازم النضافة دايمًا تبقى بعد حتى الأكل، إزاي يحضّروه وإزاي ينضّفوا مكانهم لو في حاجة وقعت في الأرض، وبخلاف ده كله برضه واجباتهم شيء مهم وبيعملوا لها scan وبيقعدوا يذاكروا ووقتهم منظّم جدًا. الفكرة كلها القلم ده رائع، 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 بيترجم لهم كل حاجة وبيعرّفهم الإجابات، حلو أوي. كمان هنا ماما معوّداهم إزاي يشغّلوا على هدومهم وتتنضّف وتتغسل، حتى الغسالات الصغيرة دي حلوة جدًا، 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 أنا بابقى مبسوطة بيها. الفيديو دوّة حتى لو هو فيديو لمجرد صناعة محتوى أو لمجرد إن هو يبقى للسوشيال ميديا أو show أو أيًا كان، أنا هافضل مقتنعة وهيفضل عندي قناعة إن دوّة بيعوّدهم مع التكرار إن ده يبقى نظام وروتين حياتهم، هيتعودوا عليه، مش شايفين ضجر من البنات ومش شايفين إن هُم متضايقين، بالعكس الاعتماد على النفس شيء مهم جدًا، فطبيعي إن إحنا لازم نعوّد أولادنا إن هُم يعتمدوا على نفسهم في الأكل وفي الشرب وفي اللبس، طبعًا تحت إشراف مننا. ومش باقول إن إحنا بقى ننهي طفولتهم ونخلّيهم ما يعيشوش الطفولة بتاعتهم بشكل كويس، بالعكس البنات بتخرج تروح مدرستها وبترجع وبتذاكر وبتعمل كل حاجة.